هلا وحبايب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بصحة وسلامة والف خير. اليوم راح اقدم لكم طريقة عمل الفوتوتشيني الفريدو بطريقة سهلة وسريعة. طبعا هذه الاكلة ايطالية وراح نقدمها بطريقة سهلة وان شاء الله تعجبكم. المكونات جدا بسيطة وان شاء الله متوفرة بكل بيت. بس عندنا هذه المعكرونة، هذا النوع هي خاصة بالفوتوتشيني، تكون على شكل كرات ملفوفة بهذا الشكل. وعندنا صدر دجاج قطعته بهذا الشكل شرائح، او اذا يعجبكم تقطعوا مكعبات. وحبة بصل متوسطة الحجم قطعتها ناعم، واربع فصوص من الثوم. وعندنا فطر او مشروم، هذا طبعا فطر معلبات، واذا يعجبكم تستخدمون فطر الفريش بعد افضل. وعندنا كريمة الطبخ، انا استخدمت هذا النوع من الكريمة. وعندنا جبن موزاريلا. طبعا الوصفة الأصلية لازم جبنة بارميزان، بس أنا ما متوفرة عندي. راح استخدم جبنة الموزاريلا وكرفس أو معدنوس فريش، أو إذا يعجبكم مجمد أو مجفف حسب الرغبة. والبهارات هسه بعدين راح أشوفكم شو راح نستخدم من بهارات. وطبعا ملح وزيت نباتي أو زيت الزيتون أو زبدة حسب الرغبة. وهسه راح نبدأ بطريقة العمل. بسم الله. أول خطوة راح نسلق المعكرونة. خلينا جدر على النار وخليت مي ديفور أو ديغلي. هسه راح أخلي القليل من الزيت النباتي، وراح أضيف رشة من الملح، وراح أنزل المعكرونة. هذا شكلها حبايبي المعكرونة، هيجي مثل الكرات وتكون على شكل أشرطة ملفوفة. هسه راح أنزلها على المي المغلي. بسم الله. ومن تستوي المعكرونة راح نصفيها وبعدين نستخدمها بأكلتنا. هسه حبايب راح نبدي بأكلتنا. خليت طاوة على النار. هسه راح أضيف القليل من الزيت النباتي أو زبدة. وهسه راح نضيف صدر الدجاج. بسم الله. ونشوح صدر الدجاج إلى أن يعني ياخذ لون ويستوي. طبعا هذا صدر الدجاج أنا غاسلته كل زين ونقعته بالمي والخل وحامض الليمون حتى ما تبقى بيه أي زفرة. هسه راح ننتظره يتغير لونه. يلا نبدي نقلبه. هسه حبايب هذا صدر الدجاج، شوفوا شلون نزل السوائل، وهسه راح يبدي ينشف بهذا الشكل. طبعا طريقة تقطيع صدر الدجاج حسب الرغبة، ترجو مكعبات أو شرائح. راح أضيف له القليل من الفلفل الأسود رشة، وأضيف رشة من بهارات الدجاج، أو إذا يعجبكم بهارات مشكلة كاري، أي بهارات تعجبكم تقدرون تضيفوها. هسه شوفوا بدأ صدر الدجاج ينشف. راح أضيف هنا رشة من الملح، وهنا المعكرونة بدها تنسلق. هسه بعدين نصفيها ونحتفظ بمي السلق، أخاف نحتاجه بعدين ويا أكلتنا. هسه حبايب هذه المعكرونة صفيناها بهذا الشكل، وقلت لكم احتفظوا بمي السلق خاف نحتاجه. وهنا صدر الدجاج، شوفوا شلون امتص كل السوائل ويتحمص بهذا الشكل. هسه راح اشيله اخليه على جهة حتى بعدين نكمل باقي المكونات.
شلنا صدر الدجاج بهذا الشكل والمعكرونة صفيناها. هسه بنفس الطاوة أو الطبسي ما أغيره ولا أغسله، راح نخلي قليل من الزيت النباتي أو زيت الزيتون. ليش ما أغسله؟ حتى تبقى نكهة الدجاج. شوفوا هذه البالقعر كلش تعطي طعم طيب للأكلة. ونضيف البصل ونحمس البصل إلى أن يبدأ. مثل ما قلت لكم هذه البقايا مالت الدجاج اللي لجعت، نقول لجعت بالطاوة، تعطي نكهة طيبة للأكلة. شوفوا البصل شلون تلون رأسا بلون البهارات اللي كانت بصدر الدجاج. شوفوا، وحتى البصل يذبل بسرعة نضيف له رشة من الملح. وهسه راح نضيف الثوم، 4 فصوص من الثوم، تهرسوها أو تقطعوها ناعم حسب الرغبة. هسه راح أضيف الفلفل الأسود، رشة من الفلفل الأسود، وراح أضيف الفطر أو المشروم، غسلته كل زين من المادة الحافظة وصفيته. وإذا عندكم فريش بعد أحسن. نحمس الفطور كل زين ويا البصل والثوم. نضيف الدجاج والدجاج مستوي. هسه آخر شي نضيف كريمة الطبخ، وطبعا تختلف عن كريمة الحلويات. وإذا ما متوفرة عندكم تقدرون تستخدمون القشطة وتخففوها بشوية حليب أو مي. بسم الله. طبعا هذه الأكلة حبايبي مو للرجيم، أكلة دسمة، يعني كريمة طبخ ومعكرونة، يعني باليوم الفري اللي مسوي دايت يقدر ياكلها. وهذه حبايب أكلتنا. شوفوا الكريمة شلون سخنت. هسه ليش قلت لكم احتفظوا شوية بمي المعكرونة، مي السلق، راح اضيف لها. وراح نضيف ماجي الدجاج، هذا الباودر انا عندي، نضيفه. ينطيه نكهة طيبة. راح اضيف رشة من الملح. هسه شوفوا الصلصة بدأت تغلي وريحتها كلش طيبة وطعمها بعد اطيب. هسه بهذه المرحلة راح اضيف جبنة الموزاريلا او جبنة البارميزان اذا متوفرة عندكم. وراح اضيف الكرفس المجفف، انا عندي كرفس او معدنوس حسب الرغبة. اخر شي حبايبي ننزل المعكرونة، اكلة ايطالية بايادي عراقية، ان شاء الله تجربوها تعجبكم. وهاي يا حبايبي اكلتنا، شوفوا شلون صارت وطعمها كلش طيب. شوفوا ما شاء الله صارت كمية وفيرة عائلية. هسه اخر شي راح اضيف على الوجه جبنة موزاريلا.
هسه راح اغطيها واخليها على اوطى نار عندنا على الطباخ الى ان تمتص المعكرونة الصلصة، وبعدين نطفيها ونقدمها بالشكل النهائي. بسم الله. وهذا الشكل النهائي للفوتوتشيني. شوفوا حبايبي كلش طيب، اتمنى تجربوه ويعجبكم. هسه راح نصبه بهذا الشكل، ما شاء الله صارت كمية وفيرة عائلية. ولا تنسوني باللايك والاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من مطبخ سهى، ومليون عافية.